صباح الخير، يلا بينا نفطر مع بعض ونتكلم في حاجة مهمة تفيدنا وناخد منها معلومة وتفيدنا في الشغل، ونحدد هل الشغل بتاعنا ده يستاهل ان احنا ناخد القرار اللي احنا نتعب فيه ولا لا. حبيت اتكلم معاكم الصبح كده بدري، الساعة 7 الصبح دلوقتي حالا. واضح ان انا لسه صاحية ومش نايمة كويس ومرهقة. في اي سفرية ببقى كده ببقى مبسوطة جدا جدا جدا، ولو في الطبيعي ان انا اصحى بدري اكيد ايا كان ايه هو السبب مش هبقى مبسوطة. طب انا ليه مبسوطة؟ علشان ده الوقت اللي انت بتتكافئي بيه على تعبك، بتغيري مود. فدايما بسأل نفسي سؤال: هل تعبي يستاهل؟ يستاهل، طالما بتكافئ عليه يبقى يستاهل. فدايما بيجيلنا اوقات كتيرة جدا جدا احباطات، سواء يعني حاجة داخلية جوانا او من الحياة اصلا حوالينا. تمام. وساعات بيجيلي قرار لما بحس بأي تحدي في الشغل، او بحس ان انا بتعب، او ايا كان ده شعور طبيعي لاي حد، عشان انا عارفه ان بيبقى معايا ناس في التيم وستات في التيم. ممكن واحده تعمل ستوب وتقرر ان هي ما تشتغلش، واحده تقول انا مش قد الجد، واحده تقول انا مش قد المجهود. ما انا ممكن يجي عليا الوقت ده كتير جدا جدا جدا، بس بفتكر لحظات نجاحي، بفتكر لحظات مكافأة الشركة ليا، بفتكر لحظات حلوة أنا عشتها وهعيشها لما أنجح أكتر، لأن أنا واثقة. أهم حاجة إن أنت تبقي شغالة في شركة واثقة لما هتشتغلي وتعملي مجهود هتتكافئي بحاجات كتيرة، هتتكافئي بتقدير كبير جدا، هتتكافئي باماكن هتروحيها عاليه قوي قوي قوي، لان الشركه بتبقى شايفاكي عاليه قوي لكل مقام مكان. انا بحبها قوي كده، لكل مقام مقال، وبرده لكل مقام مكان. فالشركه شايفانا مقامنا عالي، فدايما بتودينا الاماكن الاعلى والاغلى والاوفر ريت. يعني انا بحس كده قوي. اوفر ريت دي حاجه بنقولها لما حاجه تكون اسعارها عاليه قوي 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 قوي، فهي بتكافئنا بالحاجه دي. فهو ده اللي حصل. فبليز بليز لكل ست خدت القرار معانا قبل كده ان هي تشتغل، وحصل لها وقت وقررت ان هي توقف عشان بتعمل مجهود، حبيبتي هو ده الطبيعي. او واحده عايزه تاخد قرار ان هي تشتغل وشايفه ان الموضوع هياخد منها مجهود، حبيبتي ده الطبيعي. هو انت لازم تعملي مجهود. هو لو في شغل هتدخليه مش هتلاقي ان انت فيه بتعملي مجهود، فانت مش هتلاقي اللي يكافئك ولا يقدرك، وهتبقي مهدده في اي وقت ان ممكن يتغدر بيكي، يحصل اغراءات كده في البدايه فقط لا غير، وبعد كده مش هتلاقيها كتير 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 كتير. فوانا صاحيه كده النهارده تاني زي ما قلت لكم، حسيت ان انا تعبانه مجهده، لان انا طبيعتي في اي سفريه معدتي بتوجعني، دي الطبيعه بتاعتي. تمام. فببقى تعبانه اصلا. بصحى بنام متاخر، بصحى بدري، بس مبسوطه. منبه رن قمت جريت على طول عشان افطر واخد الفطار بتاعي واخد المشروب بتاعي اللي انا بحبه، وبعد كده هبتدي البيزنس داي بتاعي. وبعد كده عندنا حفله بالليل. فيوم حلو انت هتنسي فيه انت اصلا عايزه تنامي. فانت مش نفسك تعيشي كده سوري بقى عشان انا قاعده بره، قلت اكلمكم في الشمس فدبان. مش نفسك تعيشي حاجه زي كده. انا عارفه متاكده ان هو الناس كتيره جدا جدا بتدخل تقولي عايزه ابقى معاكي، عايزه ابقى زيك، او انت بتعملي ايه. فلما ابتدي ان انا اشرح لهم ماشي اتس اوكي هبقى معاكي، فييجوا يدخلوا لان الموضوع فيه مجهود، فبتتفاجئوا من ايه؟ ان هو فيه مجهود، بس عايزه عزيمه. زي ما احنا ناس كتيره جدا جدا بتبقى عايزه تعمل حاجه في حياتها، اللي بتوقفها هي العزيمه. انت عزيمتك قويه هتوصلي ولا لا؟ فتاني وتالت ورابع والى ما لا نهايه، فعلي اشتغلي، هساعدك، هدعمك، بس لازم تبقي مقتنعه من جواكي ان اي شغل فيه مجهود، ولازم عشان توصلي لحاجه لازم تعملي مجهود. وعلى طول السؤال التاني، المجهود ده هيستاهل؟
فانا بقول لك اجابته بعد سنين شغل يستاهل، وما في اي وقت ولا اي لحظه انا ندمت على اي مجهود انا عملته، عشان كل مجهود انا بعمله بتكافئ بحاجات فوق التوقع. مش بقول لك مثلا ان الشركه دي صادقه فاللي بتقوله بتعمله، لا، انا بتكافئ بحاجات والله العظيم فوق التوقع. ابقى مثلا مسافره سفريه مفكره نفسي هتكرم تكريم الاقي يوم 5، ابقى مسافره سفريه عارفه ان الشركه اكيد هتعزمنا في عشاء معين الاقيه افخم مكان، عارفه ان البروجرام مثلا معين الاقيه فيه سربرايز. هم دايما بيحبوا يعملوا لنا سربرايز، فاحنا كستات بنحب السربرايز، بنحب اللي يكافئنا. مش هنعتب على ازواجنا او على الحياه حوالينا، ده ليه مش بيحصل معانا؟ ممكن، بس انا ظروف الحياه حواليا ف it's out of my hand، يعني دي حاجه غصب عني ان انا اعملها، مش عارفه اعملها اصلا. ف... فانا بشتغل على اساس واحد الفلوس والبزنس، بس بلاقي اللي بيعوضني بالحاجه اللي انا مش عارفه اعملها، ومش قصدي هنا على ماديات ولا اي حاجه. ممكن الظروف نفسها وضيق الوقت نفسه مخليني ان انا مش عارفه اعمل ده لنفسي. اجتهدوا بقى شويه، ما تخليش اليوم بتاعه والروتين بتاعك شبه بعضه، هتتخانقي، هتزهقي، هتحسي ان الحياه ممله. اي حاجه فيها مجهود يومك يعدي بيها والحياه تعدي بيها، وتحسي انت بتنجزي حاجه اصلا انت بتحبيها.